في لحظات كتير بتمر علينا بنحس فيها إننا اتكسرنا من أقرب الناس لينا. اللحظات دي بتسيب جوانا وجع، مش بس في القلب، لأ كمان في الثقة وفي الأمان. النهاردة هنتكلم معاكم عن الخذلان، ليه بيوجعنا بالشكل ده، والأهم إزاي تقدر تقف على رجليك من تاني وتبدأ تثق في نفسك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الأول كده حابب أقول لكم هو ليه الخذلان بيوجع قوي بالشكل ده. الإنسان بطبيعته أصلا محتاج للأمان والقبول، ولو حد قريب بيخون الثقة دي أو بيتخلى عنه بيحس إنه مش كفاية. الخذلان بيحرك مشاعر جوانا زي الغضب والخوف وعدم القيمة. كمان أحيانا الوجع بيجي من توقعاتنا العالية في الناس، بنحطهم في مكانة مثالية قوي، ولما بيغلطوا بقى بننهار فعليا. بس السؤال هنا والسؤال المهم جدا، هل الغلط فيهم هم ولا في توقعاتنا احنا؟ وبعيدا على السؤال اللي هسيبه لكم انتوا تفكروا فيه، تعالوا بقى نروح للنقطة اللي بعدها، وهي ازاي ممكن نتعافى من الخذلان ده. اول حاجة لازم تسمح لنفسك بالمشاعر ايا كانت. ازعل، اتأثر، وخد وقتك. مش غلط ابدا انك تاخد وقت تعيط فيه، لكن اوعى تسكن جوه الحزن. قول لنفسك انا موجوع وده حقي، بس انا مش هفضل موجوع طول عمري. تاني حاجة، شيل اللوم ده من على نفسك شوية، لان اوقات كتير بنلوم نفسنا اننا صدقنا او وثقنا في حد. افتكر انك انسان طبيعي جدا بتحب الخير اكيد، وما كانش قصدك خالص انك تتوجع. تالت حاجة، راجع حدودك مع الناس. نتعلم بقى نحط حدود واضحة في علاقاتنا كده. مش كل الناس تستحق ان هي تعرف تفاصيل حياتنا او حتى نقاط ضعفنا، لا، هي مش قلة ثقة في الناس اللي انت بتعرفهم، ولكن هي حماية لقلبك. رابع حاجة، ابدأ رحلة بناء الثقة دي بقى من جديد، ودي أهم حاجة عندنا النهاردة، اللي هي هيتبني عليها أصلا مرحلة التعافي. عايزك دلوقتي تجيب ورقة وقلم وتكتب فيها 3 حاجات بتحبها في نفسك. فكر كده ووقف الفيديو وشوف ايه ال3 حاجات اللي انت بتحبهم في نفسك. كمان ممكن تحدد 3 أشخاص تكتبهم برضك في نفس الورقة انت بتعرفهم، يكونوا دايما داعمين ليك. الناس دي تكون بتحبك من غير شروط. كمان ممكن تفكر تبدأ تلعب أو تتعلم هواية جديدة، أي حاجة إن شاء الله. تمسك القلم وتشخبط في ورقة كل يوم ربع ساعة، طبعا علشان ده هيخليك تفصل ذهنك عن الألم. وفي النهاية مش دي نهاية العالم إن حد يوجعك، ممكن جدا تكون دي البداية، بداية لنسخة أقوى منك دلوقتي. افتكر دايما إنك مش لوحدك، وإن الخذلان مش دليل إنك فاشل، بالعكس دي فرصة تتعلم وتكبر. لو مريت بالتجربة زي دي شاركنا رأيك أو موقفك في الكومنتات، علشان ممكن تكون تجربتك دي مصدر إلهام لغيرك. وبس كده، سلام.